القصه ديالي بدات واحد الصباح كنت غاديه لليسي القرايه. كان الليسي ما بعيدش بزاف على الدار، وكان واحد الحي اللي مهمش واحد شويه. كان الجو زوين في هذاك الصباح ومعتدل. كنا ساكنين في واحد المدينه معروفه بالجو ديالها الزوين طول العام، ودايره بها الغابه. دزت على الوالد ديالي كالعاده وككل صباح. كان با خدام غارديان في واحد الباركينغ قريب لليسي واحد شويه. من نهار عقلت عليه هو خدام غارديان، كيترزق الله وهداك الشيء باش معيشنا انا وخوتي، وهداك الشيء باش كبرنا وباش قرانا. كندوز عنده كل صباح كيعطيني 3 دراهم ولا 4 دراهم ولا 5 دراهم، هي باش كنفطر في المحلابه في الوقيته ديال الاستراحه. كانت حياتي زوينه وهادئه وعاديه كواحد البنت شعبيه. كنت معروفه في الليسي وعندي واحد الشعبيه زوينه فيه. كلشي الناس عزيز عليهم، وعندي عرام تاع الصحابات وعرام تاع الصحاب، والاساتذه والحراس العامون وحتى العساس ديال الباب كنت عزيزه عليهم. كانوا كيعرفوا با، وكانوا كيتعاطفوا معايا وكيتعاملوا معايا مزيان على وجه با، حيتاش كما قلت لكم هو خدام غير حدا الليسي. هذاك العام بالضبط وفي هذاك الصباح كان عندي الباك، ماشي الامتحان ولكن كنت كنقرا في المستوى ديال البكالوريا. كان هذاك هو العام الاخر ليا نورمالمون في الليسي. من غير الدراري والبنات اللي كنعرف في الليسي، كنت تعرفت على واحد الجماعه ديال واحد الشماكريه، واحد 4 ديال الدراري دوك صحاب الماطر والصنداله ديال الميكا كحله والتقاشر بيضين. كانوا كيجيو لحدا الليسي في السوايع الخاويين، وكنبقاو الضحك والنشاط والجماعه معاهم. شحال من واحد نصحني وقال لي بعدي منهم راه ما يصلحوش ليك، هذوك راه ما كيقراوش في الليسي، راه باينين غير شماكريه، راه كذا كذا. ولكن انا ما كنتش مسوقه، وكانت فيا ديك الطيران وديك المراهقه، وكيبان لي شي حاجه واعره الا جمعت معاهم ولا ركبت مع شي واحد فيهم كاع في الموطور ودار بيا دوره. واهلي واهلي. واحد منهم كان سميتو عادل، وكان هو اللي كيبان هو اللي اكثر واحد مشمكر فيهم وهو اللي حاكم فيهم كاع. وانا انجذبت ليه، حيت حنا البنات دائما كنجذبوا للشخص اقوى واحد في المجموعه، يا اما اقوى واحد في البنيه الجسديه، ولا اقوى واحد من ناحيه الفلوس اللي عنده الفلوس كتر، ولا اللي خدام مزيان كتر. المهم اقوى واحد في المجموعه ديالو كان هو هذاك الشمكار اللي سميتو عادل. وحتى هو تقرب مني وكيهضر معايا، واجي نديك اللي نركبك في الموطور، اجي نديك لهنا نديك لهيه. وبقينا كنهضروا انا وياه وتصاحبت معاه بين قوسين. في واحد العام اللي حساس من حياتي وخاصني نقرا وخاصني نشد هذاك الباك، انا يلاه بانت لي في التصاحب. هذاك النهار وهذاك الصباح بالضبط فاش تلاقيت مع عادل، ما كانش اول مره غنتلاقاه ولا غنتعرف عليه. كنت كنعرفو ديجا وتصاحبنا ديجا وما خلينا ما درنا. وفي داك الصباح قال لي معاش تخرجي؟ قلت ليه العشيه مع 4. قال لي نديك معايا تقصري معانا انا وصحابي الدراري، عجباك الحال؟ انا تخلعت. يلا انا باقا صغيره وما عمري سمعت بالقصاره. ملي كنسمع القصاره كنتخيل داكشي ديال الافلام والطاسه والبنات قلت ليه كيفاش القصاره؟ فين غنمشيو؟ انا راه ما نمشي لشي دار ولا شي حاجه، عندك يسحابك وكذا وكذا. شوف عادل، انا راه ماشي من هذاك النوع. ديما حنا صحابه هذاك النوع كنقولوا حنا ماشي من هذاك النوع. قال لي واش انت مسطيه؟ واش انا غنديك للدار ولا شي حاجه؟ واش انت هبيله بغات تلصقي ليا مونتي؟ فانت بعدا قاصر، ما عندك حتى 18 عام. وكيضحك صافي كيقول هذيك الهضره ديال انت قاصر، واش باغا تصيفطيني للحبس؟ واش انا هبيل ندير معاك شي حاجه؟ من باب الضحك باش انا نرتاح. قال لي غنديك غنمشيو للغابه، غيعجبك الحال انا والدراري، ومعنا واحد 2 دريات حتى هما بنات الليسي. في الاول ما عجبتنيش الفكره ولكن قنعني بها. قال لي انت تمشي معايا، وكيضرب في صدرو كيقول لي انا معاك وانا عادل واش غنخليك. غنديك وغنجيبك نحطك في داركم بالموطور، غنقربك للدار مع 4 نجي لك لهنايا ونردك مع 6. صافي ديك الهضره اللي قال لي تغاسوغيت بها وقلت انا راه في ايادي امينه. قريت هذاك الصباح والعشيه دخلت مع الجوج، خرجت مع 4 ولقيتو كيتسناني قدام الباب ديال الليسي بداك الموطور وديك الكاسكيطه والتقشرات بيضين والصنداله ديال الميكا كحله والسنسله والخواتم وحالته ويامو. ركبت موراه وفعلا كما قلت لكم حنا المدينه ديالتنا دايره بها الغابه وفيها البلايص الغابويه بزاف. صافي بقينا غاديين وهو كيهضر في التليفون. انا ما كنسمعوش اش كيقول في التليفون حيتاش الهز ديال الموطور وداك الصداع ديال الموطور شاده فيه بجوج يدين وغاديين.
ما داير حتى واحد فينا الكاسك. كندخلوا من الزناقي باش ما يشدوناش البوليس ولا شي حاجه. بقى غادي 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 حتى خرج من المدينه. انا كل شويه كنقرصو من ظهرو كنغزو، كيقول لي بلاتي بلاتي بالجهد، كيقول لي راه ما بغيتش نوقف راه البوليس ولا شي حاجه كذا كذا. وهو يدخل مع واحد البيست في اتجاه ديك الغابه اللي خارجه على المدينه، خارجه ديال بصح تقطع الترونسبور وتقطعوا الطاكسيات. دخلنا مع ديك البيست شويه، بدينا كندخلوا مع شي طرقان ما هما بيست ما هما والو، باينين شي طرقان ما عمر دخل ليهم شي بشر، ما كاينش الاثار ديال الطريق في الارض. انا بدا كيزيد معايا الزايد وبديت كنتخلع، معنقاه في داك الموتور ومعنقه الصاك ديالي ديال القرايه فيه الكتوبه وفيه الطابليه ديالتي، غير خرجت بالليسي ولويتها ودرتها في الصاك. صافي وانا نلقى واحد الربعه ديال الدراري، ثلاثه ديال الدراري وجوج بنات، وكاينين ثلاثه د الماطر، كل واحد جاب موطورو، وحبسنا حتى حنا الموتور وانضمينا ليهم. وحنا نلقاو مال الدواطاب ديال القرعي ديال الشراب والتخربيق حاطينه تمايا. كانت هذيك اول مره في حياتي نشوف فيها القرعه الشراب بشكل مباشر. وهذوك البنات ماشي كاع بنات الليسي كما قال ليا، بين شي بنات مقاطعات ومولفات بهذوك البريكولات وهذوك الخرجات، الشعر صفر مصبوغ بالديكاباج والحجبان كحلين والوجه مرمد والحبوب والضفار مسخين. ديك البنت اللي كتبان لك كتجلس في الزنقه اكثر ما كتجلس في دارهم. صافي انا تخلعت قلت لها هادي علاش هادشي، اويلي الشراب اويلي السكريه هادو غيشربوا كذا كذا. قال لي وانتي اجي مالكي باقا قديمه، راه قلت لك انا معاك اجي نجلسوا شويه، راه انت يا حبيبه ديالي هادشي الا شربناه في الشارع ولا في شي دار ولا شي حاجه راكي عارفه صحاب الحال والبوليس، غنجيو لهنا الدراري غيشربوا شريبه والبنات غادي يتكيفوا، صافي نمشيو بحالنا. انا غنديك انا غير جبتك باش تشوفي هاد الاجواء. صافي هو كيقول لي جوج كلمات كنسكت، انا وليت خايفه منه، هو نيتي تقلب عليا وندمت علاش ركبت معاه في داك الموتور وعلاش جيت كاع. وهو يمد لي واحد الحجره وهو بقى واقف متكي على الموتور ديالو. المهم انا جلست على ديك الحجره اللي قربها ليهم وبقينا دايرين في واحد الحلقه وكيشربوا كيكميو كيشربوا كيكميو، بقاو كيقولوا لي شربي لا ولا تشربي لا كذا لا كذا، وانا ما بغيتش. هو يقول لهم بعدوا منها صافي خليو الدريه ماشي ديالتها داك الشيء، راه غير جبتها معايا. وهو ينضم ليهم وبقى حتى هو كيشرب. هاك بالك هاك بالك هاك بالك طاح الظلام. انا تخلعت ملي طاح الظلام وكنسمع داك الصوت ديال الشجر ديال الغابه، وكنشوف يمينا ويسارا كيبان لي غير الخلا والغابه والشجر. واحد منهم جايب ديك البوله ديال الحجر، ديك البوله اللي كتكون فيها الضوء بيض صغير وكتضوي غير شويه، كتكون خدامه بالحجر شويه وهي طفى، بدا كيبهات داك الضوء ديالها حتى طفات. كان ديك الساعه 6 د العشيه فاتت فاش خاصني يرجعني هو للدار، وكنقولها ليه وهو مرفوع سكران. كيقول لي شنو هو نرجعك للدار؟ بلاتي الحبيبه ديالي دابا نرجعك للدار، ودابا الا ديتك راه نلوحك في شي بلاصه، انا راه ما كنشوفش. وكيبقى يغني. ما عرفت منين نصد وشنو ندير ومنين ندوز. مجرد ندور مورايا كنخاف في داك المنظر، كنحس بالرعب. عاد باش تقولي نوض نمشي لراسي مستحيل. شويه بديت كنبكي انا بوحدي اللي بقيت صاحيه كلشي سكران. كنقول لي راه الظلام عليا انا راه خايفه. كيقول لي دابا نشعلوا العافيه غير بلاتي. شويه هو يشعل الضوء ديال التليفون وطفاه، قال لي راه غيدي شارجه ليا التليفون، كيقولها بالهضره متقله. قلت له يلا نوضي، قلتي بتشعل العافيه يلا شعلوا العافيه. وبداو كيقول لي لا راه غيجيو صحاب الحال ويجيو الفورستيه ولقاونا شاعلين العافيه ولقاونا هنا ويجمعونا جمله كذا كذا، وكيهضروا هضرتهم ثقيله. صافي فاش بغاو يديروا لي خاطري بقيت انا كنبكي ليهم تما. ناضوا جمعوا شويه ديال الحطب وشويه ديال الحشلاف غير شي حاجه بسيطه، وهما يشعلوا البريكه وشعلوا العافيه. ديك العافيه كتشعليها وتطفى وتشعليها وتطفى وتشعليها وتطفى. دوك الحطيبات ضاربهم الندا وضاربهم البرد. صافي بقينا تما في هذيك الظلمه. كنطلع على الساعه كنلقاها 9 با غادي تسطا وما غيخرج ليها العقل. ما عمرني في حياتي بقيت برا ديال الدار حتى المغرب. التليفون انا كان عندي ولكن ما كنتش كنديه للقرايه كاع، ما كنتش كنديه معايا الليسي. ايوا صافي بقيت كنغوت تما كنغوت
دخلت واحد القرعه ديال الماء كنت كنهزها وكنكبها ليه على وجهه وكنغسل ليه وجهه، كنقول ليه عافاك غير فيق وديني راه صافي انا غادي نتسطى. اويلي عباد الله غنباتوا هنا، اويلي امي راه غادي تهبل، با غادي نتسطى وانا مازال ما رجعتش كذا كذا. انا اللي درت عقلي في السكيري. وصلت ل11 ديال الليل فداك الظلام في ديك الغابه، والظلام الحالك ما كاينش لا عافيه لا شعله لا والو. العافيه لا شعلت 5 دقائق طفى دغيا، وهما طرخاو وكيضحكوا دوك البنات، شي متكيه على شي كيكميشي. وانا نوض كنمشي واحد 50 متر وكنرجع بالجرة لعندهم، نمشي واحد 50 متر ونرجع بالجرة لعندهم. كنخاف. الرعب باش حسيت راه ماشي الظلام انك كاينه في مدينه ولا في شي زنقه، ولا راه الظلام ديال الغابه راه كيكون دامس. حسيت براسي بحال في شي فيلم ديال الرعب. بقيت هكا كنجري في اليمين ونجري في اليسار ونجري هنا ونجري لهيه، وكنغوت ربي اللي خلقني، ما كاينش اللي عتقني في هذيك الغابه. وهما نعسو تكاو شي 11 ما فاقوا حتى طلعت عليهم الشمس ديال الفجر وانا معاهم تما. كنتخيل غير با امي والناس ديال دربنا كيفاش غادي يكونوا، وخويا الصغير واختي الكبيره اللي مزوجه. ما كانش شي حاجه خلعاني وكتألمني في هذيك اللحظه وهذوك الليله اللي دوزت قد هما كيفاش كيحسوا عائلتي ديك الساعه. ضرباتهم ديك الشمس ديال الصباح وانا حسيت بواحد الدوخه، واحد العياء عمري في حياتي ما حسيت به، واحد الثقل في عينيا وفي دماغي وكل شيء. ديك الدوخه اللي كانت شاداهم هما ديال السكره انا يلا شدتني في الصباح. صافي فاقوا قلت لي عافاك ديني لدارنا الله يرحم لك الوالدين كذا كذا. بقى يقول لي هو سمحي لي الكبيده ديالي انا غنديك، شوفي انا ندوي مع باك انا. هو كيدوي خانز كي الكلب، ودوك البنات خانزات والدراري خانزين، كلشي داكشي ناض. طلعوا في المطار، هزني حتى انا في الموتور، زاد بيا المدينه. غاديين غاديين غاديين، ما كاين لا بوليس لا والو، جاب الله هما كيعرفوا الطرقان منين يدوزوا. انا زعما كنت غنمشي وناويه نقول لبا راه بنت عند صاحبتي ولا شي حاجه وناكل العصا وصافي، اللهم ناكل العصا ولا يعرف با شنو وقع ليا. حيت الا مشاو تشدوني البوليس غيتفضح كلشي. صافي داخلين بينا حتى المدينه. دخلني هو لجهه دربنا وقلت لي حطني بعيد الله يرحم لك الوالدين وعطيني باتساع الله ياخذ فيك الحق. حطني فعلا بعيد ومشيت كنجري. شدني واحد الدوخه بحال واكله شي مخدر ولا شي حاجه، حاسه براسي نص ناعسه نص فايقه نص مرفوعه نص، بكثره الصدمه وكثره داك الليله اللي عشت ديال الرعب. مشيت كنجري حتى لدارنا، كندق والو ما كاين حد، وكنغوت وا بابا وماما. كنت ناويه نقول لهم راه بت عند صاحبتي، ولكن ملي وصلت للدار كندق وكنغوت وكنبكي، ما عرفتش مازال شنو غنقول لهم، فين بتي وفين مشيتي. وهو يقول لي ام الحانوت وفلانه وفلانه، ياك لاباس فين كنتي؟ الدرب كامل خرج كيقلب عليك البارح في الليل، وباك وامك راه حطو خوك الصغير عند خالتك، وراه ملي خرجوا البارح كيقلبوا عليك ما جاوش. اجي اش طرا ليك؟ قلت له ما طرا ليا والو السي الحسن، انا غير مشيت بنت عند صاحبتي ونسيت راسي وما عيطتش في التليفون ديال حتى واحد، وصافي حتى دابا عاد رجع ليا العقل، وهذا الشيء درت انا راه عرفتو بلي غلط وكذا وكذا. كندخل ونخرج في الهضره. السي الحسن هو يهز التليفون عيط على با، كيصوني شي نص ساعه هو كيصوني. با مسكين تالف، هو يجاوبو با، قال لي اجي راه الدريه جات في التليفون. صافي وكنتسنى با يجي هو وامي، وكنتسنى المصير ديالي وشنو غيوقع، واش غيتيقوا هاد القصه ديال راه بت عند صاحبتي وما عرفت ماليش طرا ليا ما عيطت لكم ما والو. بقيت جالسه في العتبه ديال الحانوت وهو يقول لي السي الحسن دخلي بعدا غير جلسي لداخل. ودخلني وجلست لداخل. هذاك الحانوت من نهار تزاديت هو وحده وهو في دربنا، عمرني ما دخلت لداخل ديالو، اول مره كنشوف. صافي بقيت جالسه تقريبا شي ساعتين ولا 3 سوايع، عاد جا با امي، ما عرفت فين كانوا مساكن كيقلبوا عليا. با حالته وجهه مسكين بحال الا حكيتيه مع الارض، امي عويناتها بحال خويتي فيهم السودانيه، كتبكي وتقول ما بكيتش، وتغوت ويغوت با عنقتني من الله يا بنيتي الليل كامل وحنا نجريو، ما خلينا الكيران ما خلينا السبيطارات ما خلينا البوليس ما خلينا الله يا بنتي كذا كذا. كتبكي وبا كيقول لي فين مشيتي فين بتي؟ قال لهم السي الحسن غير دوها بعدا للدار مسكينه وترجع فيها الروح والنفس وعطيوها الخاطر وغتقول لكم. داكشي اللي داروا. دخلت للدار، ما جيت ندخل للدار وردوا الباب حتى
حتى تكبوا علينا الجيران والجارات والدراري وكلشي اللي كان كيقلب واللي ما كانش كيقلب. عمرت ديك الدار، قال ما قال، قال ما قال، فين كانت فين ما مشات، راه وحده داوها راه مسكينه، ياك ما عطاوها ياك ما ضرقوها ياك ما هادي ياك ما هادي. والعيالات نوضي دير بنتك هذيك دير ليها الكشف ياك واش باقا بنت واش ما باقاش بنت. سبحان الله العظيم ما كيجيهم هذيك الفهمات حتى اللحظات بحال هادوك. صافي ما هي الا دقائق. انا بقيت كنقول لهم راه بنت عند صاحبتي وانا ما عرفتش طرا ليا وانا ماما ما حساش براسي هي هذيك والله ما درت والو، لا بغيتو تدوني عند الطبيب ديوني كذا كذا. وهم يجيو واحد جوج دراري ولاد حومتنا كبار في العشرينات الواحد ولا الثلاثينات، انا ما عرفت شحال عمرهم، المهم ما تكون ديك 28 حتى كذا و30. صافي وانا شفتهم ما جاونيش طبيعيين ديك الشوفه اللي تيديروا فيا، عيطوا على با وعزلوه. وهما يقولوا ليه بلي راه شفناها حطها واحد الدري بالموطور مع الصباح، راه باينه مشات باتت عند شي واحد، وهذاك الدري كيبان عليه شنكار وحالته شارب ومدوخ. صافي با من عندهم لعندي طار عليا بقجة، يضرب ويقول ما ضربتش، يقول يضرب ويقول ما ضربتش. الناس كيفكوا الجوقه وتشوهت. كون غير ما كانوش الناس ديك الساعه ما كاين باس، ولكن كل شي الجيران مكبوبين علينا في الدار. صافي تسلخت وسلخاتني امي وكليت ماكله الطبل نهار العرس وتشوهت ومشات الشرف والعراض. تفرقات الجوقه ومشاو الناس وبقى با كل شويه يجي يعاود يسلخني، ياكي هذه هي تربيتي فيك، ونضل نجري على الطوموبيلات على 3 دراهم، ونضل نمسح الجاج، الخدمه ديال الدل باش كبرتكم، وفي الاخر تمشي تبعتي ليا عند شي واحد الله يدير ليك. كيدعي ليا داك با، كيدعي ليا داك الصباح كامل وداك النهار كامل حتى الغد ليه، تنعست انا وما عقلتش متى سكت. ويدعي ليا الله يعطيك السخط، الا كان في السما يهبط لك، الا كان في الارض يطلع لك. ما خليت باش ما حلفت وما خليتش ما بكيت. جات اختي هي وراجلها حتى هي كملت عليا داكشي اللي بداه با كملت اختي، انا ودرت ومشيتي وشوهتينا الله يدير ليك كذا كذا. قالت لها نوضي نديوها للسبيطار. داوني فعلا للسبيطار وكنحلف لهم باللي ما درت والو، ما بدت حتى شي بلاصه، وداروا لي الكشف ولقاوني باقا بنت. اصلا انا ما قاسني حد، انا مشيت غير للغابه، غير غلط بسيط درتو، غلط بسيط كلفني بزاف. المهم دازت واحد السيمانه على داك الشيء كامل وداك الجحيم اللي عشت، خرجوني من القرايه في العام ديال الباك وكنت كنقرا مزيان وكل شيء. عمري ما نصل الخير ديال واحد الاستاذه مسكينه كانت كتجي حتى للدار عند با كتقول لي خليها تقرا. ايه دارت وغلطات ومشات وباتت وفعلت وتركت، ولكن ها هي غتخليها عندك غالطه، لا اخلاق لا شرف لا عرض، وتزيد حتى القرايه لا خدمه لا قرايه. يلا دي البنت تقرا، رجع البنت تقرا. طيبات مسكينه هذيك الاستاذه طريق دارنا، والو واش داك بغى يرجعني نقرا ولا امي. مورا ما داز ديك السيمانه ديال الجحيم عاودت ليهم القصه كيفاش دايره، وقلت لهم الا بغيتو نديكم كاع عند الدري حتى تشوفوه. انا غلط وقال يلاه نمشيو غير لهنا، وركبت معاه في الموطور وداني الغابه وجلست معاهم كيشربوا. صافي وجلسوا تما حتى الصباح. والله العظيم الا هذه هي القصه، اقسم بالله الا هذه حتى واحد ما بغيت يقني وما عندي حتى شي دليل على الصحه ديال القصه. دوك البنات ما كنعرفهمش، ما عندي عليهم حتى معلومه. عادل تقطع بينه وبينه الاتصال في خطره. صافي بقيت في الدار عامين، فين ما خرجت للحانوت يرجموني الدراري الصغار بالحجار. منين ما دزت الا مشيت غير الحمام مع امي يبقاو العيرات يكحزوا لهيه ويخليو لي البلاصه، ما كيبغيوش يجلسوا معايا. حنا في الاحياء الشعبيه ما كنعقلوش على بعضياتنا في بحال هاد الاخطاء، مع العلم انني كانت عندي 16 عام ونص. انا داخله بكري القرايه، 16 عام كنت كنقرا في الباك. دازت عامين على هذيك الحاله وانا عايشه منبوذه مكروهه، ما كيحملني حد في هذيك الحومه وفي العائله وفي كل شيء. الدراري اللي دزت محداهم يدفلوا في الارض. صافي مورا عامين سمح لي با انني نعاود ندخل القرايه، نعاود نكمل قرايتي. مشيت دفعت ورقيه ودرت الاستعطاف وقبلوني ودخلت نقرا العام ديال الباك من الاول عاوتاني. وفعلا هذاك الشيء اللي درت، قريت الباك. لهلا يوريكم شنو كنت كنعانيه في الليسي، وديك القصه ديالتي تبعتني حتى الليسي. وشديت الباك ومشيت درت الجامعه، درت لافاك ديال الحقوق وبديت كنقرا، وساكنه في واحد المدينه اخرى بعيده علينا، حيت حنا المدينه ديالتنا ما كايناش فيها لافاك.
وبا مسكين رغم كل شيء هو اللي كيخلص ليا الكرا وكيعطيني باش نقرا ويصيفط ليا الفلوس ويتقدى ليا وكل شيء. اقتنع حتى هو بهذيك الفكره ديال تمشي غير تنفع راسها وتمشي تقرا وتخدم وتبعد مني. صافي بقيت تما كيصيفطوا ليا غير الفلوس حدو قدو باش نقرا. كنجي مره في الزمان ما كنحملش نمشي كاع لدارنا في العطله، حيت داكشي اللي كنعيشو في هذيك الحومه وفي هذاك الدرب وفي العائله لا يطاق ولا يحتمل ولا يتحمله بشر. ما كتسول فيا امي، ما تسول فيا اختي، ما يسولوا فيا خوالي، ما يسولوا فيا عمامي، ما والو. ما كيحملونيش. اللي اجيتيتو في فيسبوك وطلع عليه لاجور ديالي بلوكيني. عايشه منبوذه على غلط بسيط درتو وانا صغيره، ماشي حتى شي غلط كبير، انا غير غلطت وصافي. شي حاجه غير بسيطه. ديك لافاك والحرم الجامعي كانت كبير بزاف، وكان فيه واحد لابارتي كندوزو منها من الباب الاخر ديال لافاك. اللونفيات فيها الشجر وفيها بحال الشكل ديال الغابه. كان كيشدني واحد الرعب، واحد الرعب. الا كنت مثلا بوحدي ولا ما كاينش الطلبه بزاف كنبغي نموت. الدموع كيهبطوا ليا والجسم ديالي كله كيتبورش الا دزت من تما كل نهار. ضروري كنت كنتسنى شي وحده تشد فيا ونبقى شاده فيها شاده فيها. صاحبتي كنشد فيها حتى كندخل فيها ضفاري في يديها في دراعها. ملي كندوز من تما دايما 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 تربى فيا واحد الفوبيا كبيره، واحد الخوف من الغابه واي حاجه شبه الغابه. قريت عامين في لافاك بوحدي، ما كيسول فيا حد، ما كيحملني حد. بدات واحد البنت كتنصحني كتقول لي سيري شوفي طبيب نفساني، راه خاصك تعالجي هذا الشيء عندك ديال ما يمكنش تكوني انت عايشه هكا، والنفس كيتقطع فيك، وجهك كيزرق، عينيك كيدمعوا، مالكي ما كتقدريش تتنفسي مازال. صافي طاحت لي الفكره وانا نقول لها راه ما كرهتش، ولكن راه الفلوس ما كاينينش. واش خاصك الطبيب النفساني شحال الفلوس خاصك؟ وانا يلاه مقاتله والديا بزز باش كيصيفطوا لي ديك 4 ريال. قالت لي خدمي. علاش ما تخدميش؟ صافي طاحت لي هذيك الفكره ديال الخدمه. عمرني ما توقعت شي نهار غادي نكون كنقرا كطالبه وغنخدم، وصعيب عليا اول تجربه. وما عمري عرفت اصلا بلي راه ممكن نخدم ولا ما عمرها طاحت لي الفكره. طيحت لي الفكره وقالت لي حنا اصلا كطلبه ديال القانون كنقراوش بزاف، ما كيكونوش عندنا السوايع عامرين بزاف، ممكن تخدمي. صافي طاحت لي الفكره، بديت كنقلب، سولت الناس، طالبات الناس اللي كنعرف. مشيت خدمت فعلا في ماكدونالد. كنت كنخدم في الاوقات ديالي اللي ما كنقراش فيهم في الماكدو. صافي هي هذيك بديت كنحرك الصرف شويه، تعرفت على ناس اخرين جداد، عرفت شنو هي سوق الشغل، دخلت واحد المرحله جديده في الحياه. نسيت كاع انا الطبيب النفساني، ما بقيتش كاع مازال فكرت فيه ولا عمري مشيت عنده. صافي خدمت واكتشفت عالم اخر جديد وصافي تلاهيت. ابقى عندي ديك الفوبيا وداك الرعب دائما الي غوتور لافاك الا كان معايا شي واحد. اما دوك الايامات ديال العشيه فاش كتكون 5:30 6 كتكون بالليل، ما عمري مشيت للقرايه. امرت واحد المرضى خايبه نعست فيها شهر ونص، 45 يوم وانا ناعسه. ما كنوضش من بلاصتي، صافي اللحم قرب يتلصق مع الارض، شعري تخيط. مورا ما بريت من ديك المرضى شعري كله قطعته بالمقص ولا بحال البرطال، ما بقاش مازال بغا يتمشط ليا. وفي هذيك شهر ونص ما عمر شي حد سول فيا، لا اختي الكبيره لا خوالي لا عمامي لا امي اللي ولدتني من الرحم ديالها ما عمرها سولات. وحتى با كيصيفط لي داك البركه ديال الكرا كل شهر صافي. وحتى ملي خدمت ما بقاش كاع كيصيفطها لي حيت عارف ملي خدمت. في دوك الايامات فاش كنت ناعسه مريضه، البنت اللي ساكنه معاها عيطات، قالت لي باك والديك كذا كذا. قلت لها انا راه والديا مش حال هادي وهما غاسلين على يديهم. قالت لي لا ضروري يعرفوا هاد الحاله. قلت لها راه ما كيعيطوش، راه كنعيطوا كنعرفوا الحاله. وهي تعيط ليهم بالتليفون ديالها. الو عمي با. لقاتو في الدار ولقات امي في الدار حيت كانت دايره لو باغلور. قالت لي راه بنتكم راه مريضه بزاف، راه ما عرفت مالها، راه ديناها للسبيطار كذا كذا، راه ما كتنوضش، راه جاتها شي مرضى خايبه، راه هادي راه هادي راه هادي. قال لها الله يشافيها بنتي الله يشافيها. واخا دابا نعيط ليها في التليفون ديالها. صافي وقطع، ما صونا ما صونيتو نتوما، ما سمعتو ما سمعتكم. صافي تما عرفت باللي فعلا والديا كرهوني، وليت منبوذه وغسلوا على يديهم من هذيك المرضى. بقيت هكاك منفيه في ديك البلاصه، ودرت صحابي وصحاباتي وناس جداد ونسيت عائلتي كاع واش كاينين.
شديت لا ليسونس ودفعت للتعليم، كنت كنقلب على شي خدمه، دفعت للتعليم دوزت الكونكورات وانا نتقبل. صافي مورا هذيك لي ديمارش كاملين درتهم، قريت في السونتر ديال التعليم، تعينت، صيفطوني لواحد الجبل، ما كان اللي يمشي معايا ولا اللي يديني والو، كان داك الجبل بعيد بزاف، ماشي تقولي في الاقاليم ديال مدينتي ولا بعيد. ما كانش اللي باغي حتى يمشي معايا غير نشوف فين غنخدم ولا فين تعينت ولا والو. مشيت بوحدي، ركبت في الكار، من الكار في الطاكسي كبير، من الطاكسي كبير ركبت في ديك الترونزيت، ديك الطوموبيله الكبيره اللي كتطلع للجبال. مشيت فيها وغاديه مع الناس، وتما في هذيك اول مشيه تلاقيت مع واحد المعلم كان سميتو بدر، كان غادي يقري في نفس المدرسه ديالتي. صافي وانا غادي وحنا كندخلوا للجبال كنتوغل وانا كنتخنق وبغيت نتسطى وكنترعد في بلاصتي وكنبكي ومسمده عينيا والناس كيشوفوا فيا ما فهموا والو. حتى واحد ما دار شي رياكسيون الا هو قال لي مالك يا اختي واش مريضه؟ ياك مع المرتفعات وداك الشيء ما بقيتيش كتنفسي مزيان؟ قلت ليه لا لا خويا غير عيانه شويه. انا ما قلت ليه شنو واقع. قال لي واش عندك لازم؟ قلت ليه واقيلا. قال لي جبتي معاك شي فونطولين ولا شي حاجه؟ المهم هو بدا كيطرح الاسئله، انا ما كنجاوبو غير باللي قال لي راسي وصافي. انا شدني الخوف حيت بانت ليا الغابه، الجبل عباره عن غابه جبليه، الشجر 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 والخلاوات، وانا غادي وكنشوف بحال الا كتفرجي في شي فيلم ديال الرعب واقعي. يدي تبورشو، عرقت واخا كان الحال بارد وكان شهر تسعود كلي كنتبورش. وصلت ديك الترونزيت البلاصه اللي غتوقف فيها كاع، هبطوا الناس عرام كل واحد انتشر فين مشى، وبقيت انا وهذاك المعلم. صافي قال لي بلاصه فلان فلانيه، قلت له حتى انا تما تعينت، وقلت لي ولكن انا ما نقدرش نخدم هنا، انا كذا انا كذا، ما نقدرش نعيش في هذه البلاصه الا كان عايش معايا شي واحد وكيرافقني 24 ساعه على 24. ما نقدرش، انا كنخاف من الشجر، كنخاف من، ما نقدرش. كيقول لي غير تنفسي الله يهديك، واش انت سبابا واش دوزتي متاكده انك دوزتي الامتحان الشفوي بهذه الحاله؟ تعجب هو كيفاش انني انا عندي هاد التخوبل بسيشيك وتقبلت في التعليم وعادي. ما عارفش هو القصه اللي عندي مع الغابه. صافي جلسنا في واحد البلاصه، عاودت ليه غير في شي حجر، عاودت ليه ليستواغ ديالي مع الغابه. ماشي قلت ليه داكشي يطرى ليا، غير قلت ليه بلي انا راه عندي فوبيا ديال الغابات. قال لي نورمالمون هاد الخدمه كاع ما خدامه ليكش، وانتي غتكوني غير في الغابه على الاقل واحد 5 سنين هنايا، وحاولي تادابطاي الا قدرتي، المهم انا راه معاك وكذا وكذا. صافي شتنا داك السكن ديالنا وشتنا المدير، شتنا المدرسه فين نقريو، داكشي كاتاستروفيك. الله يحسن عوان الناس ديال الجبال، المدرسة بعيدة والدوار بعيد وكالدراري مساكنين هيجيو، والخلا والجبال. وداك السكن اللي غنسكنو فيه حنايا فيه بيت وكوزينة، وفين غيسكن المعلم فيه بيت وكوزينة، وقراب كاينين في نفس البلاصة. صافي قال لي انا معاك، وراه غتجي واحد المعلمه اخرى، حنا نكونوا 3 وزائد المدير، وما تخافيش وانا معاك وكذا وكذا. ما كانش عندي خيار اخر الا انني نصبر، ودرت يدي في يدي وقلت واخا. صافي داز داكشي كامل، جبنا حوايجنا، سكنت تما في داك السكن. المعلمه الجديده مازال ما جاتش، كاين غير هو. كيوصل الليل كنشعل الضواو، وكان الضو ضعيف غير ديال الطاقه الشمسيه يلاه مضوي على راسو. كنعيش اكفس ايام الرعب في حياتي والليالي، ما كيجينيش النعاس. مره هو كيبقى يطلع عليا من عنده، دخلي تنعسي، كيقول لي الله يهديك وانتي دخلي تنعسي. كنقول ليه ما نقدرش نعس، كنسمع داك الريح كيضرب الشجار وداك الشيء، مستحيل، انا خصني نمشي لدارنا، انا خصني نمشي لدارنا عباد الله. قال لي عيط لوالديك يشوفوا لك شي حل، ولا يصيفطوا لك شي حد هنايا، ولا تجي ماما كتقابلك. كنقول له لا، غير نسى ديك القضيه ديال الوالديه. حتى هو ملي دازت واحد السيمانه على هكاك دار هذيك القضيه اللي دارت صاحبتي اللي كانت معايا في لافاك، وعطيته النمره ديال دارنا وعيط ليهم. وهو عيط على با، قالوا الشريف لاباس عليك كذا كذا، انا راه المعلم اللي كان مع بنتك في السكن الوظيفي راه مسكينه كتخاف، راه ما كتقدش، راه الغابه راه هذه راه واحد الحاله عايشاها ماشي عاديه. با خسر عليه شوش كلمات، قال لي ولدي دبر راسها، ولدي راه كبرات وخدمات، دبر راسها. واخا دابا نعيط ليها. ما عيط، ما سول، ما والو. امي ما عمرها عيطت، ولا اختي الكبيره ولا والو، كلهم كيعتبروني بحال شي عاهره لطخات ليهم وجههم في الارض، وانا والله ما دايره والو. الى حد الساعه فاش كنت في المدرسه ما درت والو، هما اللي دفعوني انني نولي ندير.
صافي لقيت راسي وحيدة، ما عندي لا فين نمشي في العطلة، ما عندي فين، ما كيسول فيا حد، ما والو. يقدر هادشي يجيكم عادي، ولكن ملي كتعيشيه راه الجحيم أنكِ وحيدة في العالم، ما عندك حتى واحد. أنا كنت واحد الفريسة ساهلة لهداك المعلم اللي كان معايا، وهو كان كراجل بوحديتو في الجبل، حتى إلا بغا يدير شي حاجة ولا يفسد ولا يدبر على شي وحدة ما كاينش تما في الجبل، ما كاينش البشر، ما كيدورش، البنات مغطيات من راسهم حتى رجليهم، ما يمكنش أصلا يحلم تهضر مع شي وحدة تما. صافي وحنا تما بوحدنا، ما كاين لا كاميرا لا والو، كيوصل علينا الليل كنلقاو راسنا بوحدنا، ولقيت فيه ضالتي ولقى فيا ضالته، وبقى كيطبطب عليا، مرة يجلس حدايا مني يكون خايفة وما كنبغيش ندخل للبيت نعس، ويجي ويتكمش معايا في المانطا، مرة يقول لي اجي ندخل معاك حتى يجيك النعاس، مرة ندخل عنده، وهكذا حتى لقيت راسي نهار بعد نهار بعد نهار وليت كنعس حداه في الأحضان ديالو، ما كنخاف لا من غابة لا والو. لقيت فيه الملاذ ديالي، هادشي ما كنقولوش انا مفتخرة به، كنقولو وانا راسي في الأرض وحاسة بالعار. وكنت صغيرة، كانت عندي شي 22 عام، يلاه غادية 23، وكنت وحيدة حرفيا من اللي وقع لي المشكل، وانا بوحدي حتى واحد ما كيتسوق ليا في العالم. وداكشي اللي درت كانت واحد الاستجابة لهداك الضعف اللي انا فيه. صافي انا بديت كنهضر معاه وكنقول ليه انا وياك غادي غنكملو هاد 5 سنين هنايا في هاد المدرسة ونتزوجو ونفونديو اون فامي، وولدنا يقرا هنا بين ما نمشيو للمدينة نرتقلو كذا، وكنحلم دوك الاحلام. لاننا حنا البنات ملي كندخلوا في شي علاقه، اغلبيتنا الا ما قلناش 90% كندخلوا ب... بالنيه ديال الاستمرار في العلاقه، كنقلبوا على علاقه بعيده المدى، ما عندناش مع العلاقات العابره. الدراري لا، الدراري كاين اللي باغي علاقه طويله، كاين اللي باغي غير يقضي الغرض، كاين اللي باغي غير يلبي الشهوه ديالو، كل واحد شنو بغى. صافي السيد ملي انا درت معاه علاقه جنسيه كامله، كان اول واحد في حياتي نحس معاه بين قوسين ولا ندير معاه هذيك العلاقه الحميميه. اول مره داكشي كله داك هذيك دارت ومشات باتت في الزنقه مع صاحبها ما من والو. اول شخص هو هذاك المعلم في هذيك المدرسه، في هذاك السكن. صافي السيد استحلاها وعجبو الحال ولقى داكشي فابور وفوق ما بغا ودايما، وانا تانا لقيت الحنان ولقيت واحد كنتخبى فيه من الخوف تاع الغابه وداكشي، كنتسناه يتزوج بيا. هو ما كانت عنده حتى شي نية للزواج. ملي دازت الايام والشهور كيقول لي الزواج مسؤوليه، وانا باقي يلاه باقي صغير، يلاه بديت وكذا وكذا، وخلينا نفكروا من بعد في موضوع الزواج ماشي دابا. عاد بدا كيزيد معايا الزايد وكينقص معايا الناقص، وكنعرف اش درت. ولكن انا مورا داك الشيء حبيته، وليت كنبغيه لواحد الدرجه كبيره، وتعلقت به واحد التعلق مرضي، لانه هو اول شخص يعطيني الحنان ويعنقني وندوز معاه واحد العلاقه كرجل ومراه. اول شخص، وكيكون صعيب. علاش هو كيجيو كيوصيوكم كيقول لكم والبنات ما تمشيوش مع الدراري للديور، والبنات واللي كتقراو واللي كطيروا وبنات لافاك وبنات الليسي والبنات كاملين، الدار لا، تمشي معاه تنعسي معاه لا. بغض النظر على واش خافتي من الله، واش حرام واش حلال، واش مقبول اجتماعيا واش غير مقبول، ما مزيانش لك انتي كامرأة ولا كبنت تمشي تنعسي مع واحد، حيت الا ما كانش الشخص المناسب غتكوني صعيب تفارقي معاه، لان هذاك التواصل الجسدي مع الرجل كيخليك تعلقي فيه اكثر مهما كان، واخا يكون ولد الحرام كيخليك تعلقي، وكيخلي الفراق ديالك معاه صعيب وكياخذ الوقت. داكشي علاش باش تحمي راسك شدي سروالك وما تمشي مع حتى واحد حتى شي دار، بالله عليكي. انا هادشي ما فهمتوش حتى فات عليه الفوت، وما خصوش يفوت عليك انت الفوت، حيت عندك الفرص وكتسمعي الاغلاط ديالي وديال الاخرى، ما عندك حتى شي عذر الا مشيتي مع شي واحد لشي دار. صافي السيد حبيته حبا جما وكنبغيه وغنموت، واخا كيقول لي انا ما مستعد للزواج، انا عاد ما كنزيد نتلصق فيه، وبقى داكشي عامين. عامين وانا معلقه فيه، ولا كيدير لي بحال الكلبه، عارفني ملي عارفني انا طايحه فيه، ولا كيدير لي بحال شي كلبه جرها بالسنسله، يغوت عليا يسبني يعايرني بانني ماشي بنت دارنا، اكثر من داك الشيء. بغيت نهرب في حالي ونمشي شي بلاصه ما يمكنش ليا ننساه وانا معاه، بغيت نمشي شي بلاصه نبدا فيها حياه جديده وننساه عليا، ولكن فين غنمشي؟ فين غتخدمي في الجبل؟ فين غتبدلي الجو؟ ما كاينش فين تمشي. كاين ترونسبور كيكون من نهار الحد
كيمشي لواحد الفيلاج كيتقداو الناس وكيرجعوا، ما كاينش شي حاجه اكثر من هكا. 24 ساعه وعلى 24 وانا معاه، والمدرسه كتسالي مع الخمسة د العشيه، وكيبقى لك الليل طويل ما فيه ما يدار. الصباح ثاني تنوضي وتمشي تقري. واحد الحياه الله يحسن العوان المعلمين والمعلمات اللي كاين في الجبال. بقيت عامين تما وزياده، ما لقيت مين نسد الراس. كنقول واش انا نبقى 5 سنين هنا؟ ما يمكنش. وهذا الزبل هذا ولا كيعاملني بحال الكلب، ما نقدرش. اش هاد الغلط درت واش هاد الحاله؟ لما غنعيط على من غير غنشكي. شحال من مره حاولت نتواصل مع اختي غير ندوي معاها نشكي عليها نقول لها غير راه قتلني القنط هنايا. والو اختي ما كتجاوبنيش. الى شي نهار في المعجزات جاوبتني. الو. راه كنقول لها اختي لاباس عليك كذا الدراري، كتقول لي لاباس بسلامه بسلامه، راه راجلي دخل وتقطع. مشات تدوز عاوتاني 4 شهور ولا 5 شهور. تبليت بالتطبيقات ديال التعارف، وليت كنطلع حتى لواحد القنت. ما بقيت كنخاف لا من جبل لا من غابه. عامين ديال التكرار صافي ولفت، ما بقيتش كنخاف بزاف. كنطلع كنشد الريزو ديال الانترنت وكنبقى ندخل للتطبيقات ونعطي النوامر ديالي د واتساب. العشرات ديال الرجال، العشرات يلا يصدق لك واحد تلقيه تدوي معاه. غير الهبال ولي بسيكوبات والمرض. من هذا المنبر كاختكم انا غادي ننصحكم واحد النصيحه. بما انكم ما عارفينش الهويه ديالي وانني انا صافي غلطت واللي عطا الله عطاه، ما بغيتكمش اخواتاتي تغلطوا. غنصحكم تبعدوا من التطبيقات ديال التعارف. الله يرحم لكم الوالدين البنات. راه اكثر وحده شاده الدكتوره في تطبيقات التعارف هي هاد العبده المذنبه اللي كتعاود لكم. هي انا هذيك المده وديك الوقت اللي دوزت في داك الشيء، مع انا كنت في الجبل ما كاين ما يدار، والقرايه دغيا كنساليها في العشيه وكيبقى لي الليل كامل. هذاك الشيء اللي كنت كنظل مقابله. بعدو من داك الشيء ما فيه ما يدار. شتي واخا دوك ديال الحلال والزواج الحلال المسلمين الاجانب وداك الشيء، انه فخ يا اختاه. كان فيه الخير ما غاديش يشاط حتى يكون في التطبيق ديال التعارف. صافي هذاك كل مره كنتعرف على واحد ونمشي نتلاقى معاه في المدينه ونلقاه مسطي ولا هبيل ولا باغي يديني صحه لشي بلاصه، ولا تلقاه يجي واحد عنده شي فوبيا ولا. تتلاقيت مع واحد الخليجي مخزز حامض. الخليجي اصلا اللي غيجي للمغرب ولا يجي لتونس ولا يجي للجزائر راه غير اللي حفات ليه الجره. اما الخليجي ديال بالصحراء هو مشى لاس فيغاس ولا مشى لتايلاند ولا مشى اليوكي ولا علم الله فين كيمشي. صافي هذا احبج ما احبج ودخلت لذاك العالم ديالو. باختصار باش ما نطولش لكم في هذه التعريفه اللي تعرفت على هذا الخليجي المسطي، كانت عنده 42 عام، كان مزوج اردنيه وعنده الولاد معاها. تعرفت عليه سيرواجي وداك الشيء كامل. كرا ليا واحد الدار في المدينه اللي تابعه لذاك البلاصه فين كنقري. اللي سمع دار راه غير واحد السكن الاقتصادي فيه شي 6 درهم بشحتتين واحد الكوزينه. داكشي حالته ما تقوليش خليجي، غير راسي غيكري ليا حسن من هذاك الشيء. والواعره اللي ما بغيتش نختصرها لكم انه كان كيجي بيان سور ما يمكنش يكري لك هو فابور، كيدير عليا جميع الاوضاع وجميع اي حاجه تخيلتيها على بالك شاده كتدار في المجال الجنسي كيديرها معايا هو وخوه. عارفاكم غادي تصدموا. كان كينعس معايا هو وكيمشي، وكان خوه عنده الساروته ديال الدار وكلشي، كيجي حتى خوه ينعس معايا بموافقه ديالو. كنت بحال شي جاريه كيجيو ليا بجوجهم فوق ما بغاو، بمقابل كيخلصوا ليا الكرا ديال هذيك الدار اللي كان لا شيء، كيعطيوني الفلوس باش نعيش. نهار بعد نهار بعد نهار، مره ندفع السيرتيفيكا، مره وقعوا لي مشاكل كبيره مع الوزاره، حيتاش ما يمكنش لك الا مشيتي تدخلتي للتعليم والكونطرا وكذا ما يمكنش لك صافي تفسخي العقد وتجلسي، صعيب. جلست من التعليم وبقيت تما حتى حد ما عمرو سول فين كياش كديري ما والو. كرهت حياتي. كنقول كون غير رجعت نخدم في داك الجبل ونقلب على داك ود الحرام ونبقى نقري لوليدات الناس ونصبر وندير الماستر ولا ندير الدكتوراه ولا شي حاجه نكمل قرايتي تيسهل الله. كرهت وليت عايشه عاهره ديال 0 درهم ديال فابور. اش كندير اش مستافده انا اللي سمع الخليجي يقول انا عايشه في اليخوت وفي الطوموبيلات والسفريات، على الاقل نقول درت الحرام على شي حاجه تستاهل. عايشه في دار ديال السكن الاقتصادي مع الجيران اللي عطاش تسمعيه كيصيفطوا ليا 2 ريال باش كنتقداو باش كناكل باش كنشرب، كيجيو هو وخوه كيديروا ليا بحال الكلبه.
تقولي غير تصوري منه شي ذهب، شي تليفون واعر، شي فلوس، شي حاجه تنقدي بهم راسك، والو. خليجي ديال 10 ريال. رجعت للقرايه باش نكمل. من بعد العذاب واحد النفس طويل، وطلع هنا وجري لهيه ودير كذا ودير كذا. والوظيفه العموميه انا تحرمت منها لانني كي بديت التعليم صافي ما بقاش عندي الحق في الوظيفه العموميه. ما خلانيش سعودي نكمل القرايه. كل مره كيقول لي لا ما تكمليش وما ديريش وهذا وكلشي، وانا راح اتزوجك وداك التخربيق ديالو. صافي واحد الوقيته ملي دازت الايام داك الخليجي وليت انا السمع والطاعه. جلسي من القرايه جلسي من القرايه، طلعي طلعي هبطي هبطي. بحال كسب فيا الثقه شويه ولا عارفني ما نقدرش نغدرو. مره كيجربني كيحط الفلوس، مره كيحط شي حاجه. صافي وليت انايا كسبت الثقه ديالته هو وخوه بجوج. وبقيت دائما كنطلبوا عافاك ديني نسافر، عافاك ديني نسافر، بغيت نمشي لبرا، بغيت نمشي لاوروبا. ما عمري مشيت لحتى شي بلاصه، عافاك دايما كنطلبوا. ما كنخليش ما كندير ليه مني كيجي. كيصيفط لي الفلوس كنتقدا، نصايب ليه الدجاج المحمر، نصايب البسطيله، نصايب الشوا، نصايب كلشي. ويجي ونغسل ليه رجليه وكيعجبوه هو ديك العبوديه. هما اصلا واحد الثقافه مريضه عندهم، عزيز عليهم العبوديه. واصلا الى وقت قريب كانوا عندهم العبيد. امرض شعب هما هذوك الخليجيين. صافي وشد لي الخاطر وكدير لي داكشي اللي بغيت، وانا الخطه ديالتي راه راس ما في راسي. وقال لي صافي غادي نديك لاوروبا. فين بغيتي نديك؟ اسبانيا كذا. قلت له ديني الطاليان. طاليان غاليه كذا كذا. باش قلت لكم راه خليجي ديال 10 ريال الطاليان يسافر لها جاتو غاليه. اصلا كون ما كانش حازق ما كانش غادي يبقى يجي يزها في المغرب، غيمشي يزها في شي دوله اخرى. صافي هي هذيك. صايبت الباسبور، قديت الوراق، كلشي. باختصار اداني للطاليان واحد لوطيل حقير. قسنا فيه شي 3 ايام. كل نهار كنتسنى الضربه القاضيه، كل نهار كنتسنى الضربه القاضيه حتى النهار الرابع وانا نخرج. لبست السبرديله بكثره التلفه بلا تقاشر، ولبست واحد السروال كولون والتيشيرت. هزيت لاكارت ديالتي والباسبور والبسطام، الصاك خليته. وهزيت التليفون خشيته في ستيامات في صدري هو والبسطام. وانا نشوف فيه واحد الشوفه عميقه وانا نخرج. كان ناعس هو. صافي خرجت، حاولت نتصرف تصرف طبيعي واخا كان باين عليا الارتباك. وخرجت من داك لوطيل وابتسمت لداك الراجل اللي واقف تمايا. وخرجت بقيت غاديه 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 مع الطريق وكنبكي. بانت لي واحد الزباله وانا نلوح فيها، واحد لابوبيل صغيره وانا نلوح فيها ديك لاكارت ولحت فيها داك الباسبور. بقى عندي البسطام فيه شي فليسات، تليفون. وباختصار حرقت ملي مشيت للطاليان وضربوني الحيوط وبت في الزنقه ومخبيه على البوليس وعشت واحد العذاب. كنبقى جالسه متكيه على شي حيط وكنقول اش جابني انا لهنا؟ واش هذه حياه ولا حلم؟ ولا كون غير لقيت اللي شد بيديا ما غنوصلش لهنا. انا كنت غير واحد البنيه صغيره غاديه جايه لليسي، باها غارديان كيقابل الطوموبيلات، تمها ربات بيت، عايشه واحد الحياه هادئه، معاونين معايا الاساتذه، معاونين معايا الناس، كنقرا مزيان غاديه. اش انا وصلني لهذا الشيء كله؟ كيشدني داك التفكير وكنبقى نبكي. كل مره اش كندير؟ تلاقيت المغاربه والمغربيات صافي الصراحه تعاونوا معايا وشدوني عندهم. كنبات مره عند هذا، مره عند هذاك، مره عند هذاك. لا يوريكم الاستغلال الجنسي اللي كينعس معايا، اللي كيبات معايا. ما كاينش شي راجل غيعطيك شي حاجه فابور ولا غيعطيك شي بليزير فابور، راه لا يوجد. انا نقول لكم البنات وجمعوا راسكم، وجمعوا راسكم ديال بصح. بقيت هنايا 5 سنين. تلاقيت مع واحد الدري ولد واحد المدينه في المغرب، مغربي. لقيته هنا مجلي شحال ما دار حتى ورقه. سنين وهو هنايا ما دار حتى ورقه، عطى غير الحشيش والبليه. لالياتي كيجيو لاسبانيا والطاليان كيحرقوا كيدبروا على شي قاوري. انت حرقتي كتدبري على شي قاوري كديري وراقك. انا لا. تلاقيت مع واحد المغربي حتى هو وجهه اكثر مني كالركبه، بالعقاد ديالو اللي جايب، بالفقر، بداك الشيء دوز بكل شيء. تلاقيته ثاني هنايا وجمعت معاه الايام. كنا انا وياه كنمشيو للكنيسه، كندبروا على الماكله، المعونات وداك الشيء. صراحه واخا حنا زعما مسلمين كنمشيو للكنيسه كنلقاو فيها دوك الصداقات وداك الشيء. وهو كان مرخي اصلا. كان راجل ما غيجلس سنين في الطاليان وما يدير والو. مشيت حتى للطاليان وجمعت معايا كومه ديال العقد
وتزوجت به. تزوجنا وعشنا مع بعضياتنا انا وياه، ولت معاه بنيه. واحد توكسيسيتي، واحد المرض، واحد المرض، واحد المرض غريب غريب غريب. عايشه معاه الرعب. انا اللي كنخدم هو كيخدم نهار لا. البنيه كتقرا وعايشه العذاب الاليم. كنت انا واحد الانسانه حماره في بزاف د المراحل في حياتي، منهم هاديني تاع فاش تزوجت بهذا. ربما ديك الوحدانيه اللي دات ليا هكا، كنقلب على شي مغربي كيهضر بالمغربيه، نشم فيه ريحه البلاد، نطيب الرفيسه كسكسو داكشي. ربما انا ما عرفتش واش تفعني ندير هذا الخلط. ايوا اليومنا هذا انا مازال معاه، وبنتي كتقرا في المدرسه وهو مسطي. كل مره كنقول غنمشي عند البوليس ندعيه، كل مره كنقول غنمشي ندعيه يتشد في الحبس، كل مره كذا كل مره كذا. هذه هي حياتي وهكا عايشه. اللي عندها شي نصيحه تنصحني بها ما تبخلش عليا، واللي ما عندها حتى شي نصيحه وباقا صغيره كتقرا تاخذ غير العبره، وتشوفي ان ابسط اغلاط يقدروا يبدلوا لك حياتك كلها. هذه هي القصه ديالي، وشكرا لكم على الاستماع.